جوميز أبلغ إدارة الزمالك أنه سوف يكتفي بالمدافع الشاب أحمد مجدي وحسام عبد المجيد إلى جانب التونسي حمزة المثلوثي ومصطفى الزناري مع عودة المدافع محمود حمدي الونش، مؤكدا أن هؤلاء يكفوا كتأمين الجانب الدفاعي، وذلك في ظل الحديث عن تواجد مفاوضات لضم اللاعب أحمد رمضان بيكهام مدافع سيراميكا كليوباترا الموسم المقبل. ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة فريق نادي المقاولون العرب مساء غد الاثنين في الدوري، وذلك ضمن المباريات المؤجلة من الجولة 19 من الدوري على ملعب استاد المقاولون العربي في تمام الساعة 9 مساء. حسين لبيب رئيس النادي وحسام المندوه أمين الصندوق قاموا بالأمس بالتوقيع على الشيكات الخاصة المستحقات لاعبي فريق الكرة من أجل صرفها، مؤكدا أن لاعبي الزمالك تفهموا تماما ظروف النادي وبالتالي لم يفعلوا أزمات مؤخرا.